السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في موضوع شيق جدا، ممكن ناس كتير حابة تعرف معلومات عنه، وهو التهاب دواعم السن. التهاب دواعم السن يا دكتور عبارة عن ايه؟ دواعم السن هي بالبساطة هي الأربطة اللي هي بتثبت السن في مكانها. طيب بنسميه ايه بالانجليزي؟ ممكن دكاترة السنان اللي هتسمعني هتفهم بيرودونتايتس او هتعرفوا يعني. بيرودونتايتس. طيب البيرودونتايتس ده هو عبارة عن ايه؟ مرض شائع جدا بيصيب اللثة في بقنا، بيكون بسبب دايما سوء نظافة الفم. ما بتغسلش اسنانك كويس، يبتدي ان هو يتراكم جير عندك. طبعا يبتدي ان مستوى اللثة يقل عن المعدل الطبيعي بتاعها. طيب ايه اللي بيحصل برضو بعدين؟ ده بيعمل تلف في الأنسجة الرخوة اللي هي الموجودة حوالين السنان. اول حاجة تلف الأنسجة الرخوة ده بيؤدي لي ان العظام بتاعت اللي هي حوالين السن ممكن ان هي تتدمر. فممكن ان انا ادمر العظام في الاخر بص تلاقي ممكن السنه في الاخر تبتدي تتلخلخ وفي الاخر تتخلع خالص بسبب مرض بسيط زي كده ممكن يكون عند ناس لا يذكر وملهوش اهميه جامد جدا. طب ازاي اقي نفسي من الكلام ده يا دكتور؟ بانك انت تحافظ على انك تغسل سنانك مرتين في اليوم، وتحاول انك تستخدم خيط السنان يعني بعد كل وجبه، عشان تحاول انك انت تقلل فرص تجمع بواقي الاكل حوالين السنان. وانك برضو كل مره كده كل 6 شهور ولا حاجه حاول ادي فحص دوري ليك كده، روح ادي استشاره كده عند دكتور السنان عشان تشوف لو في اي حاجه، حتى لو في شويه جير مثلا اتكونوا وانت مش عارف تشيلهم بالفرشه كانوا جامدين، لان ساعات درجات الجير لما بتتكون بتكون جامده. بيضطر انك انت لازم تشيلها بالجهاز الالتراسونيك الموجود عند الدكتور، هو لازم يشيلها لك، مش هتعرف انت تشيلها وحدك في البيت. فعشان كده لازم استشاره الطبيب، لان لو لقيت عندك حاجه بيقدر ان هو يساعدك انك انت تخفف يديك علاج ناجح تخفف الالتهاب ده، او انك انت مثلا بيقلل فرص انك انت تصاب بهذا الشيء. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.